أنا أتواجد بقرب بوابة سبتة في مدينة الفنيدق في شمال المغرب في الجانب المغربي من البوابة. هجوم من آلاف من المهاجرين غير القانونيين من المغاربة والمغاربيين ومن بلدان إفريقيا جنوب الصحراء كان هجوما شرسا. فجأة وجدنا أنفسنا وسط سيل من الحجارة الكبيرة الحجم التي انهارت علينا، وكان الهجوم بكل ما تحمل الكلمة من معنى عنيفا شرسا وكان مباغتا. السلطات الأمنية المغربية سرعان ما استعادت زمام المبادرة ونفذت هجوما مضادا لصد المهاجرين غير القانونيين ومنعهم من التوجه مباشرة صوب مياه البحر الأبيض المتوسط، وأيضا نحو البوابة الحدودية الرسمية بين مدينة الفنيدق وجيب سبتة الخاضع للسلطات الإسبانية. هنالك إصابات أولية وسط صفوف القوات العمومية، وهنالك أيضا اعتقالات واسعة للغالبية العظمى من الشباب الذين وقعوا بين أيدي القوات الأمنية ويجري الآن اقتيادهم إلى مركز اعتقال